بزاف بنات صغار في الصين كيحلموا يولي ستريمرز على انترنت، كينوض بحال الشي ساهل وفلوس كتيره، ولكن حقيقه محتاج بزاف. كاينين شركات كيتصلوا بهاد الناس كيقولوا لهم يقدروا يعاونوكم تحكم الحلم ديالكم، ولكن في الواقع كيجبروهم عقوم غير العادل. هاد الشركه ما كيختاروش بنات زوينين بزاف حيت عندهم بزاف ديال الخيارات، كيختاروا بنات العاديين وبمكياج وفيدرا كيبينوا زوينين في الكاميرا، مادامهم عندهم 18 اولا 19 عام وكيقراو وجايين من مدن صغيره والعروبيه، وهذه اول مره ليهم في مدن اللي كبيره، كيحتاجون فلوس وما عندهمش تجربه وعائلاتهم بعيده. في البدايه الشركه كتعطيهم مكافاه توقيع، كتعطيهم فلوس مزيانه على 6 ساعات ديال اللايف، ولكن منين سالي اللايف خدمه ما كيساليش. خاصهم يحضروا مع معجبين يخليوهم محتامين وسجوهم راسلوا هدايا اقتا، في الواقع كيخدموا 10 حتى 12 ساعه في النهار. معظم الناس اللي كيراسلوا هدايا هما الرجال، بزاف منهم كيبغيو علاقه اقرب، بعد بنات كيحسوا براسهم محظوظين باش يعجبهم. الا بغى شي بنت تحبس هنا كتشوف فرق، حتى الجانيه واحد اقل منبع كتعتبر خلق عرق، عقوبات تقدر توصل 100,000 يوان. السوشيال ميديا كتبين غير النجاح، ما كتبينش جانب سلبيه ديالها. واش هادشي غير مشكل شخصيه في نظركم؟